المامز الحالية والمامز المستقبلية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رمضان مش زي ما أنت فاكر. لكل ست بترضع مامز الحالية ولكل ست حامل مامز المستقبلية، الحلقة دي ليكم النهاردة. ناس كتير بتسأل منهم هو أنا ينفع أصوم في رمضان ولا لأ، وبتسمع كلام كتير، فخلينا نقول الموضوع ببساطة. الصيام بالنسبة لكل واحدة بترضع أو حامل متاح لو ضغطك كويس، سكرك كويس، وصحتك كويسة، وقبل ده كله استشارة الطبيب بتاعك، وخصوصا لو بتعاني من أي مشكلة مرضية زي سكر الحمل أو الكونستيشنال دايابيتس. بالنسبة لوجبة السحور، فوجبة السحور من أهم الوجبات لكل واحدة بترضع ولكل واحدة حامل. وجبة السحور لازم بتحتوي على كل العناصر الأساسية اللي تساعد على الحفاظ على نشاط وصحة اللي بترضع أو الست الحامل أثناء فترة الصيام. لازم بتحتوي على نسبة بروتين كافية، نسبة كربوهيدرات، وبجانب الخضروات وبجانب الفواكه. بالنسبة للسيدات اللي بترضع، مهم جدا تعرفي إن لبنك هيقل في أول أيام الصيام، ولكن ما تقلقيش، بعد كده اللبن بيرجع لوضعه الطبيعي. ولكن لو حسيتي إن لسه اللبن قليل، لازم تستشيري الطبيب بتاعك، وممكن كمان تأجلي الصيام بتاعك لحد ما صحتك تتحسن. بالنسبة للسيدات الحوامل، فأنا بنصحهم تجنبي أي إجهاد أثناء فترة الصيام. لو عايزة تمارسي رياضة، حاولي تمارسيها بعد الفطار، وتبقى تمارين خفيفة زي المشي، علشان ما تفقديش معظم مجهودك وتحسي بالتعب أثناء الصيام. الخلاصة، ما تسمعيش كلام أي حد بيقولك إن الصيام ممنوع في رمضان. أهم حاجة الصيام هيبقى متاح لو احنا كلنا أكل متوازن وشربنا مية كافية، وتوفر لينا الراحة الكافية في رمضان للحفاظ على سلامتك وسلامة طفلك. وافتكروا دايما ان الصحة والجمال كلمتين لجملة واحدة، ولا يمكن يبقوا اتنين. بحبكم.